الله؟ الحمد لله، يعني خلاص يعني اطمنت هناك بنسبه كبيره جدا على رجليا، والمرحله اللي انا فيها بقالي تقريبا دلوقتي 4 شهور ونص، يعني في 20 يعني في 20/5 بقى ب5 شهور بالظبط من العمليه. فدي بقى حاسس ان يعني مرحله كويسه، يعني الحمد لله. الوقت، فانا الحمد لله في مرحله كويسه. ممكن ان شاء الله بكره ابدا مع الفرقه كده ان شاء الله جري، والحاجات كلها البدني معاهم. تمام. والكوره على خفيف ممكن اشتغل حاجات الدوائر بعض الاثنين. مش عايزينك تستعجل يا غالي، مش عايزينك تستعجل. لا مش مستعجل، بس الحاجات اللي ياخد الاحساس بس بالكوره طبعا والملعب والحاجات دي كلها، وخلال ان شاء الله اسبوعين كده 3 ان شاء الله اشترك في التدريبات الجماعيه ان شاء الله. ان شاء الله. اعتقد كابتن حسام انت ان شاء الله تكون جاهز باذن الله، باذن الله على دوري ابطال افريقيا، باذن الله على دوري المجموعات، باذن الله يعني. ان شاء الله يعني جاهز على الشهر قبل كده ان شاء الله ابقى الماتشات، يعني ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باذن الله امشي زي ما انا عايز ان شاء الله، وزي ما انا حاسس ان شاء الله ابقى قبل 7 كمان في الملعب بلعب ماتشات ان شاء الله باذن الله تعالى. على فكره يعني انت يعني غيابك اثر كتير على اداء فرقه النادي الاهلي بقيادتك للفريق. لا دي مش مجامله غالي، دي طبعا امكانياتك وقدراتك وبصمتك مع الفرقه في الفتره اللي من ساعه ما رجعت للنادي الاهلي. لا حسام غالي تواجده في الفرقه كقائد كلاعب في وسط ملعب النادي الاهلي، اعتقد ان وجودك يرجع يعني قوه النادي الاهلي كتير، لان حصل دي مجامله وكلام جميل، ما اقدرش حاجه دي اكتر من ما تستحقوش الكلام ده، لكن طبعا الفرقه فيها كتير وفيها اكيد طبعا احنا مش وكمان مش انا بس يا محمد اللي فارق مع الفرقه، في لعيبه كتير فارقه مع الفرقه بصراحه، يعني جدو فتحي وليد برضه في غيابه كان مؤثر. الحمد لله الناس دي كلها مؤثره جدا على الفرقه، كنا وصلنا يعني الفورمه كويسه مع بعض، وكنا خلاص فهمنا بعض. بالظبط اللي فاتت بتاعت افريقيا دي بالظبط كان في التجانس عالي قوي، كاس العالم كمان كاس العالم والماتشات اللي عملوها انا ما لحقتش اعمل حلوه عملوها اللي هم عملوها هناك انا ما لحقتش. فربنا يسهل ان شاء الله، والناس المجموعه دي تتلم تاني ونرجع تاني ان شاء الله للماتشات الحلوه والاداء كويس ان شاء الله باذن الله. غالي كنت قريت خبر اول امبارح ان انت كنت قاعد مع وكيل اعمالك في المانيا نادر شوقي، عشان بتتكلموا بقى في التفاصيل تجديد تعاقدك مع النادي الاهلي. صحه الكلام ده؟ هو انا ما قعدتش مع نادر اتكلمنا على التجديد بتاع الاهلي، يعني نادر وكيل اعمالي ماشي، لكن ما قعدتوش في المانيا. مش هيبقى وسيط بيني وبين النادي الاهلي ان انا يعني اجدد للنادي، يعني نادر اخويا وحبيبي، لكن هو مش وسيط للنادي الاهلي، هو نادر جالي المانيا فعلا، لكن طمن عليك بالظبط. يعني انا كان عادي مع الدكتور يوم الاثنين، نادر جالي يوم الاثنين، رحنا للدكتور وكان بيطمن على رجلي وبس، وسافر في نفس اليوم، لكن جاي بس ساعات يعني اطمئنان على غالي فقط لا غير. بالظبط يعني. طب يعني هنسمع خبر حلو قريب ان شاء الله يا غالي، ولا انت لسه الامور بالنسبه لك ما فكرتش فيها لسه في موضوع التجديد؟ انت همك حاليا الاصابه والعوده. بالظبط يا محمد كده زي ما انت قلت، يعني من اول ما اتصبت والكابتن سيد عبد الحفيظ مشكورا والناس في الاداره ادوني فرصه ان انا يعني اركز مع الاصابه، واركز ان انا ارجع بشكل كويس وسليم وفت يعني، وبعد كده التجديد ده يعني مرحله يعني بعد كده، يعني بعد ما انزل الملعب ان شاء الله. ان شاء الله. ما اتكلمناش في حاجه، وان شاء الله ربنا يعمل فيه خير يعني. ان شاء الله، ومش هتتكلموا في حاجه، لان غالي صعب بعد وجودك في النادي الاهلي وتاثيرك في هذا الفريق وكابتن الفريق، ما اعتقدش ان الامور بالنسبه لغالي هتاخد وقت كتير ان شاء الله في التجديد باذن الله تعالى يعني. اكيد ان شاء الله ما تاخدش وقت كتير ان شاء الله يا محمد. اكيد، لكن اكيد وفي نفس الوقت غالي عايز طبعا له قيمته دي لا ما نقدرش ان احنا نغفلها. لكن خليني اسالك في القرعه، انت ايه رايك في القرعه يا غالي؟ انا شايف القرعه يعني الحمد لله كويسه، يعني فرق يعني حجمها، يعني معانا الزمالك والفرق الثانيه تقريبا برضه
مش اسماء كبيره، مش اسماء. بس لو تلاحظ اورلاندو بيراتس خرج مازيمبي يا غالي، يعني وانتوا لعبتوا مازيمبي. مازيمبي برضه غير مازيمبي بتاع السنين اللي فاتت. اللعيبه بدات تمشي. بالظبط، انا مش شايف مازيمبي اللي هي يعني حتى السنه اللي فاتت مازيمبي برضه ما كانش بالصوره اللي هي تخض يعني. لكن والسنه دي اقل من السنه اللي فاتت. انا شايف ان المجموعه بتاعتنا يعني مجموعه كويسه، وان شاء الله يبقى نقدر نعمل برضه حاجه كويسه. بنتفائل دايما بالزمالك معانا في المجموعه. ربنا يكرم ان شاء الله وتمشي كده زي ما هي ماشيه قبل كده ان شاء الله باذن الله. هل غالي اسالك سؤال واضح لانه برضو يهم الاهلاويه ان يسمعوا الكلام ده منك انت شخصيا، هل انت عندك عروض يا غالي في اوروبا حاليا بتفكر فيها، ولا انت ما عندكش او لسه ما فكرتش، او لسه نادر شوقي شغال، او ايه الامور يعني؟ لا طبعا صعب، ده عندي عرض في اوروبا وانا عندي صليب يا محمد دلوقتي. هو صعب جدا يعني. صح. مش ما فيش انت يتواصل مع لعيب وهو عنده صليب. لكن اما انزل ممكن حاجه، اما انزل الملعب والناس تشوف تاني ان انا رجعت والاصابه خلاص. ربنا يكرم ان شاء الله. لكن حاليا وانا بكلمك اي عرض مفيش حاجه خالص. مفيش حاجه خالص، لكن وارد بعد ما تنزل الملعب يكون ده من ضمن تفكيرك، وبعد ما تحط رجليك وتبتدي تاخد ماتشات، وده حقك الطبيعي ان انت تبحث عن مستقبلك اكيد. اكيد بالظبط. يعني لو جالي فرصه طول عمري ما قفلتش الموضوع ده. حتى لما جيت من الاهلي مضيت من 3 سنين مش قافل الموضوع. لو جالي حاجه فرصه كويسه مناسبه شايف انها مناسبه ليه لا يعني الواحد يخوض التجربه تاني يعني. خاصه ان الاحتراف حاجه كويسه يعني بتزود مش بتقلل منه. فلو جت فرصه كويسه مفيش مشكله. سهل يعني. ما فيش، انا موجود مع النادي ومبسوط ان انا موجود في النادي الاهلي طبعا يعني. اكيد. تقول ايه الكابتن محمد يوسف بعد توليه المسؤوليه؟ وهل انت ككابتن للنادي الاهلي اكيد هيبقى ليك دور كبير جدا برضه، لان ما يميز لعيبه النادي الاهلي انها بتعرف تلم نفسها كويس قوي، وبتعرف تقف ايد واحده حتى في الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي. قدرتوا تتجاوزوا، الفرقه تجاوزت مباريات مهمه جدا بعد قياده كابتن محمد يوسف ورحيل كابتن حسام البدري. فاعتقد ان انت الفتره الجايه برضه يبقى ليك دور كبير يا غالي. والله انا ببارك للكابتن يوسف ومبسوط له جدا، والكابتن يوسف يستاهل كل خير يعني. ودي خطوه مهمه ليه في تاريخه التدريب يعني في التدريب. هو شايف ان شاء الله ان هو قد المسؤوليه وربنا يكرمه وحقق فوزين مهمين برضه بنقص عددي وسوء حظ برضه بيصادفوا النادي الاهلي اللي حط في ظروف صعبه برضه من غياب لعيبه كتير برضه. دي مش حاجه كويسه يعني للفريق اكيد. يعني انت نهيت موسم اللي فات او بطوله افريقيه بلعيب تيجي تدور عليهم دلوقتي مش موجودين. ال 11 في واحد اثنين منهم، فده بيضر اي فرقه. انت تشيل 9 وتحط 9 او تشيل 8 تحط 8 بالظبط. ده بيعمل فيه خلل للفرقه دروب كبير جدا طبعا. ده صح. بالظبط. الله يكون في عونه طبعا. محطوط في ظروف صعبه، لكن انا شايف ان الكابتن يوسف قد المسؤوليه دي وان شاء الله يستمر. واتمنى له التوفيق، واتمنى ان شاء الله يعني يبقى في تجديد ثقه في الكابتن يوسف في الفتره اللي جايه. وان شاء الله برضه بطوله الدوري دي مهمه بالنسبه له، ان شاء الله يحقق فيها حاجه كويسه ان شاء الله. اعتقد ان تبقى خطوه كبيره في تاريخه التدريب ان شاء الله. لكن انتوا يا غالي كلاعيبه ما بتفرقش معاك مين المدير الفني، انت تشوف المدير الفني موجود وانت كلاعب بتنفذ يعني. ما بيبقاش ليك او ما بتتاثرش فلان مشي وفلان جه. انت كلاعب او كلاعيبه نادي الاهلي ما بتتاثروش بالموضوع ده خالص. لا طبعا مش بنتاثر، بس هو المدرب طبعا مهم في الكوره يا محمد. لكن احنا كلاعيبه ما بنتاثرش، لكن المدرب طبعا ليه دور كبير. سيبك من تقول لك المدرب ملوش تاثير، لكن اللعيبه هي اللي بتعمل كل حاجه، هي اللي بتعمل الشغل. لكن السيستم اللي بيحطه مين، الخطه مين اللي بيحطها، التدريب الحمل التدريبي مين اللي بيحطه، مين اللي بيختار ال 11، مين اللي بيغير الكلام ده كله المدرب. فالمدرب دوره مهم جدا في الفرقه. فانا شايف ان شاء الله ان الكابتن يوسف قد الموضوع ده، وان شاء الله يقدر يعمل توليفه كويسه وفرقه كويسه ويستمر ان شاء الله في التوليه المهمه دي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، والحمد لله على السلامه، ويا رب ان شاء الله باذن الله تعالى قريبا جدا ان شاء الله نشوفك في الملعب بقى ونستمتع بيك وبادائك وبقيادتك لفريق النادي الاهلي باذن الله تعالى ان شاء الله، ولقائنا يكون قريبا ان شاء الله.